تعالوا بقى نشوف وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة جدا. الوصفة الأصيلة والأصلية لأحلى صينية بطاطس بالفراخ ممكن تعمليها بمكونات بسيطة وسهلة من غير أي حركات خزعبلية، بس النتيجة وهمية. حاجة كده هتشرفك قدام حبايبك، شكلا ومضمونا، طعم تحفة وشكل أحلى. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. في الصينية اللي هنشتغل فيها على طول هنحط بصلتين متقطعين مكعبات صغيرين، وكمان 4 فصوص من الثوم هنقطعهم بالسكينة كده شرايح، مش محتاجين نهرسهم. ونبقى محضرين 3 طماطمات حمر كده طريين مقطعينهم مكعبات صغيرة، وكمان ننزل عليهم بالتوابل: ملح وفلفل وبابريكا، بهارات فراخ، كاري، كزبرة ناشفة. وبعدين نبدأ بقى نحضّر معانا كمان ورقتين من ورق اللوري، تمام، وحبوب الحبّهان، سواء كانت مش محتاجين ورق الحبّهان اللي برّه، مطحون، ممكن يبقى حبّهان مطحون عادي، عصرة ليمونة كاملة بس، ومعلقة ونُص من الصلصة المُعلبة. وهنا بقى ما ينفعش استخدم المعلقة بتاعتي خالص، أنا محتاجة أدعك بإيدي، تمام، ودي نقطة مهمة جدًا. أنا إيديّا مغسولة وزي الفل، أدعك براحتي خالص، لإني لازم أدخّل كل الخضار في بعضه يشربوا من التوابل، ودي نقطة مهمة جدًا في الوصفة، ما تستهونيش بالتريكات دي. هنبدأ بقى باورّيكم هنا تقطيعة البطاطس رقيقة، ودي نقطة مهمة، ومعلش على إيدي اللي فيها خلطة لإني لسه هاكمّل دعك البطاطس جوّه الخلطة بتاعتنا، ودي نقطة مهمة لإن أساس الوصفة إزاي تعملي شوية بطاطس طعمهم تحفة. ممكن ما تحتاجيش تاكلي قطعة الفرخة كمان من حلاوة البطاطس. علشان تطعمي البطاطس لازم تدعكيها كويس جدًا في الخلطة دي، وبعد ما دعكناها كويس جدًا هابدأ أجيب الفراخ بتاعتي بعد ما غسلتها كويس جدًا ونشفتها كويس من المَيّة عشان ما يبقاش فيها أي طعم من الزفارة، وشرحتها بالسكينة زي ما أنتم شايفين كده، وبدأت كنت راكنة شوية من الخلطة بتاعتنا على جنب، زودتها شوية رشة ملح بسيطة على فلفل، وبدأت أدعك قطعة الفراخ بتاعتي من كل حتة، من تحت ومن فوق، علشان بقدر الإمكان تتشرب التتبيلة بتاعتي. وأرص الفراخ بتاعتي، ودول بالضبط 6 قطع أو 6 إرباع من الفراخ. هارصها، وفي الوقت دوّة أكون مولعة الفرن بتاعي بقى يسخن على درجة حرارة متوسطة، مش محتاجة أشغّل الشواية خالص غير في الآخر، لكن هابقى مشغّلاها على درجة حرارة متوسطة من تحت، أغطّيها بالفويل واسيبها بقى تعيش مع نفسها، مش محتاجة أحط لها أي مَيّة، لإن البطاطس والفراخ، الفراخ هتنزّل الدهون والمَيّة اللي فيها والبطاطس كذلك، فأنا ما احتاجتش ولا نقطة مَيّة خالص طول ما هي في الفرن. بس طبعًا ده مش معنى كده إن أنتِ ما تبُصّيش عليها، لازم تبُصّي عليها لأحسن تنشف، طبعًا مش محتاجينها تلسع من تحت، فتبُصّي عليها، احتاجت مَيّة هتزوّديها شوية مَيّة لحد ما تاخد سواها كامل. إحنا مش محتاجينها تبقى عايمة في شوربة ولا محتاجينها تبقى ناشفة، يعني إحنا عايزينها وسط، بحيث إن البطاطساية وأنتِ بتطلّعيها تبقى طرية. في وسط السِوَى بقى أطلّعها وأشيل ورقة الفويل من عليها، وأبدأ أسقيها كده من الصوص اللي نزل منها بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، علشان قطعة الفرخة بتاعتِك تبقى juicy جدًا وطرية وأنتِ بتاكليها، ودي برضه تركاية مهمة. هتطلّعيها كام مرّة مثلًا وتسقيها بالصوص دوّة؟ مرّتين مثلًا في وسط السِوَى، أنتم عارفين الفراخ ما بتاخدش وقت. هنا كانت الفراخ استوت تمامًا، خدت سواها كامل، هابدأ بقى أجيب بقى فُرشة السيليكون وأنزّلها في الصوص كده اللي أنتم شايفينه، وأبدأ أغلِّف الفراخ بتاعتي بالصوص الأحمر دوّة، علشان يدّيكِ اللون بقى التحفة اللي يشرّفِك كده في العزومات لمّا تحطّي صينية البطاطس بالفراخ دي في وسط أي عزومة، اللون ده بيبقى عالمي. فاوعي بقى تروحي مجرد ما استوت تروحي مولعة الشواية على طول، لازم تطلعيها وتشربيها من الصوص ده بالفرشة كده، وبعدين ترجعي تدخليها على الشواية بس، تاخد اللون التحفة وبالهنا والشفا. لو وصلتِ معايا لغاية هنا وعجبتِك الوصفة واستفدتِ بأي معلومة ولو بسيطة، لايك وكومنت علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من حبايبنا. شايفين البطاطس جوسي وجميلة تحفة، بالهنا والشفا. أتمنى أكون عند حسن ظنكم، أشوفكم دايمًا في وصفات أحلى وأجمل. باي باي.